بسم الله الرحمن الرحيم. ده حمام بلدي، شايفين؟ ده يا جماعة بصوا، هو أحجام مقاسات، مش حجم واحد. تمام، يعني دول اخوات، الاتنين دول اخوات. تمام، ودي اخوات. تمام، هما اتنين بيض، هما الاتنين دول اخوات، البيضة خالص دي ودي اختها. هوريك اختها. ده امهاتهم. انتوا عارفين ان احنا اليومين دول في ايراد الزرع والحاجات دي، فالناس كلها بترش الاراضي دواء للمبيدات والحاجات دي. طبعا فالحمام راح اكل من المبيدات دي، مات. فطبعا ساب دول هم صغيرين، دول لسه مش بيعرفوا ياكلوا نفسهم، فاحنا جبناهم معانا اهو. بنبدا ان احنا ناكلهم كده بالطريقه دي. طبعا بنأكلهم وبنسقهم ميه في نفس الوقت، يعني بنأكلهم الاول ونرجع نسقهم ميه تاني. لان لو سيبناهم لوحدهم ما عندهمش، يعني ما ينفعش يعتمد عليهم لوحدهم، لازم حاجه تأكلهم. شايفين ازاي؟ جعانه. شايفين؟ جعانه جدا. شايفين؟ والله العظيم، يعني سبحان الله سبحان الله بجد. فطبعا احنا بنحاول نعمل اللي علينا. والله العظيم لو شفتهم، في عندنا حمام لحم يمكن دول عارفين نتعامل معاهم شوية، يعني الحمام ده من الصعب التعامل معاه. شايفينه؟ ده من الصعب التعامل معاه. شايفين ازاي؟ اهو، يعني هو مقاسات، هو مش حجم واحد، يعني ده اصغر اهو. ده يعتبر اكبر حاجة. الجوز دول ده والبني ده اخوات، ودي واللي بتاكل دي اخوات. جبناهم والله في الصندوق زي ما هو. طبعا كانوا ميتين من الجوع. طلعنا نبص لنا الحمام الام والاب ميتين فوقهم، واكلين السم وميتين فوقهم. فطبعا الحمد لله ان هم ما لحقوش ان هم ياكلوهم حاجه. ف... ف... قلنا لا، يعني حرام علينا نسيبهم وكده ان هم يعني يموتوا لوحدهم في المكان او كده. والله جبناهم على طول، فقلت يعني اصور لكم نظام التعامل معاهم ازاي. اهو بنجيب لهم العلف زي ما انتم شايفين كده. لسه بقى هنظبط لهم المكان والفرشه والحاجات دي. ده طبعا اكلت اهي وشربت اهو. شايفين؟ ده طبعا اكلت اهي ما شاء الله. هوريكم برضو من قريب. شايفين اهو؟ عايزه اوريها لكم برضو. شايفين؟ اكيد هي باينه قدامكم اهي. شايفين؟ حصلتها اهي ما شاء الله واكله. طبعا هي كانت جايه من تحت مفيش، فاضيه خالص. فطبعا حاولنا ان احنا نعمل لها نخلينا يعني نحاول نساعدها. شايفين؟ هي امها بتاكلها كده على فكره، اللي يعرف الحمام. شايفين دي؟ والله شكلها عسل. دي بتلعب معايا من ساعتها. شايفين؟ اي نعم هم عكتني بس مش مشكله، حبيتها اوي بجد. شوفوا اللي اكلوا ما شاء الله قاعدين ساكتين. شوفوا اللي جعانه. والله يعني الاكل خلاص قاعد ساكت، انما الجعانه لا. مع ان يعني ده اكلت برضو، مش ان هي قاعده من غير، لا يعني سايبينها برضو كده، لا بس لسه مش شبعتش. شايفينها اهو. بس يعني الحمد لله. يلا. ده اكلت كده وشبعت اهي. شايفين؟ ما شاء الله. لسه هتاكل كمان. ده ما شاء الله مامتهم بتخلي الحصلة دي بتاعت الحمام دي ما شاء الله بتخليها كبيرة كده، يعني أقصر في المنظر اللي انتوا شايفينه ده. بس والله احنا طلعناهم من تحت على طول بقى كده. فحاولنا ان احنا نساعدهم بقى بأي طريقة عشان خاطر ان هم يقدروا يعيشوا. بس بنحاول ان احنا نساعدها بقى في الأكل كده.
هي يعني ايه، هي مش صعبة بس محتاجة حرفة شوية. يعني بديلها شوية وفول على غلة اهو، شايفين عامل ازاي. فبنحاول ان احنا نساعدها ان هي تعرف تتغذى مش اكتر، مش او ان هي تعيش. لكن عشان نرجعها حمامة زي يعني اللي بتاكل كده من امها، سبحان الله يا جماعة، هي بتاكل بطريقة مباشرة من مامتها غير كده خالص، او من الام او من الاب. هما الاتنين بيأكلوه مع بعض. بس سبحان الله، شايفين الاتنين الصغيرين دول؟ شايفين قدرة ربنا ان مخليه الحمام مضلل على الصغير ازاي؟ شايفينهم؟ في هنا اتنين اهم، في هنا اتنين صغيرين اهو، شايفين سبحان الله. يعني هم يعتبر كلهم يعني احجام مختلفة بس كلهم صغيرين. بيحاولوا ان هم برضو يحافظوا على الاتنين اللي في النص، اللي هو الاتنين الصغيرين. فاهمين؟ يعني سبحان الله. اهم حاجه بقى ما تبخلوش علينا باللايك والشير، واتمنى الفيديو يعجبكم. اشوفكم فيديو اخر ان شاء الله، واقول لكم مع السلامه يا غاليين.